ايه ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى جايه لكم من مكان جميل جدا في بحر اسكندريه. إيه، بصوا هنا انا هنا في شاطئ السلسله. بصوا المبنى اللي هناك الاحمر ده مبنى مجمع كليات، اداره الكليات يعني. وهنا ده شاطئ السلسله في الشاطبي. الشاطئ ده بقى يا جماعة قريب جدا، في نص المسافة يعتبر، يعني قريب للمنشية وقريب برضو من الناحية التانية سيدي جابر والطريق ده. بس المية النهاردة عالية شوية. هو شاطئ بسيط بس جميل جدا، وفي كمان الكافيه اللي هناك ده. بصوا كافيه السلسلة ده، تقدروا برضو تدخلوا الكافيه ده لو حابين تقعدوا في الكافيه نفسه. هو قريب برضو للبحر. هنا شاطئ السلسلة سعر تذكرة الدخول 10 جنيه شاملة الكرسي والشمسية تقريبا. في سحب او حاجة مش عارفة، عشان في هنا الصفارة، سامعين الصفارة. هو الجو يعني الفترة دي مش منتظم طبعا. انتوا كلكم شفتوا الجو كان شتاء ورعد، وقبلها كان حر جدا. بس مع ذلك الناس بصوا شايفين جوه البحور عادي جدا، مش متأثرين بالجو. بصراحة هو البحر حاجة جميلة قوي، واحنا بنستناه من السنة للسنة. بصوا ده كده شكل الشاطئ. هو صغير بس طبعا ليه ميزة ان انتوا تقدروا زي ما انا قاعدة كده انا قاعدة على السور شايفة البحر كله، ووصلني ريحة البحر الجميلة. فمش شرط ان انتوا يعني لازم تنزلوا البحر نفسه، بس برضو حتى لو حبيتوا تنزلوا البحر زي ما قلت لكم تذكرة الدخول مش غالية، وشاملة الكرسي والشمسية، تكون ب10 جنيه بس زي ما قلت لكم. والكافيه السلسلة ده كمان المشروبات فيه مش غالية اهو ده. انا دخلته قبل كده، لو عايزين برضه اصور لكم المنيو بتاعه برضه مفيش مشكلة، ممكن تقولوا لي في الكومنتات لو حابين. في كمان خدمات في الشاطئ زي غرف لتغيير الملابس، وفي حمامات. بصوا بقى الجو بصراحة مش قادرة اوصف لكم. نفسي تبقوا معايا دلوقتي وتشموا ريحة البحر الجميلة، تستمتعوا بشكل البحر والموج. عايزة اقول لكم كمان، انتوا عارفين ليه اتسمى شاطئ الشاطبي بالاسم ده؟ نسبة الى عالم ابو عبد الله الشاطبي، هو يعني دفن في نفس المكان فسموا الشاطئ على اسمه. في كمان ناس بتسأل ازاي تأجر شقة في اسكندرية. طيب انتوا الاول تشوفوا حابين تنزلوا فين في اسكندرية، في سيدي بشر، في ميامي، في الشاطبي، المكان اللي انتوا حابينه، وتخشوا على صفحتكم على الفيسبوك وتعملوا سيرش شقق للايجار مثلا في سيدي جابر، في سيدي بشر، حسب المكان اللي انتوا عايزين تنزلوا فيه. وتبتدوا بقى تراسلوا الشخص اللي منزل الشقة، بس تتأكدوا ان هو المالك افضل من المكاتب يعني، عشان ما يبقاش فيها اي عملية نصب. ده كده شارع البحر اللي انا فيه دلوقتي. دي كده المستشفى الشاطبي، مشهورة جدا للناس اللي ممكن ما تبقاش عارفة تيجي ازاي. وزي ما قلت لكم المبنى النبيتي اللي هناك ده مبنى إدارة الجامعة برضو معروف. بصوا انا قربت لكم كده عشان تشوفوا بقية الشاطئ ده. هنا كافيه السلسلة من على قرب.
ده باقي الشاطئ السلسلة اللي انا كنت بقولك عليه من شوية. تعالوا كمان نشوف الشاطئ ده بننزله منين عشان لما تيجوا ان شاء الله ما تتوهوش. هو بيتنزله من النفق ده، بتنزلوا منه توصلوا للبحر عشان ما تتوهوش لما تيجوا ان شاء الله. بصوا هنا في ناس ممكن بتصوركوا على البحر، تاخدوا برضو صور تذكارية جميلة. نرجع بقى للبحر الجميل. ده مش اول شاطئ هصوره معاكم، هصور سلسلة شواطئ كتيرة جدا عشان اللي حابب يختار اي شاطئ يعجبه يجي يصيف فيه او يتفسح فيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله كده لو عجبكم اعملوا لي لايك واشتراك وتعليق كده يحفزني عشان اقدر انزل لكم باقي الفيديوهات الجميلة.